أهلا بكم في الملكي مع مينا. نادي الزمالك يتصدر الدوري في أسوأ سيناريو ممكن بشكل مؤقت. الزمالك هيتصدر الدوري لمدة 48 ساعة بعد ما ينتهي لقاء النادي الأهلي والنادي المصري يوم الخميس اللي جاي. أكيد هيبقى في بطل آخر متصدر الدوري غير نادي الزمالك، سواء النادي المصري أو النادي الأهلي. في حالة ما النادي الأهلي كسب اللقاء هيتصدر الدوري بفارق الأهداف، وليه لقاء مؤجل يعني ممكن يفرق ب3 نقط عن نادي الزمالك. لو النادي المصري هو اللي كسب، وده وارد الحدوث على فكرة، النادي المصري هيتصدر الدوري بفارق 3 نقاط عن نادي الزمالك وب6 نقاط عن النادي الاهلي مع وجود ماتش مؤجل. بس لو المصري قدر يكسب الاهلي يوم الخميس اللي جاي، انا اعتقد ان هينهي الدور الاول بالكامل في صدارة ترتيب الدوري الممتاز. ليه بقول كده؟ لان النادي المصري هيبقى لعب ال3 الكبار، الاهلي والزمالك وبيراميدز، وغلب ال3. دي حاجة. الحاجة الثانية، المنظومة الدفاعية اللي بيشتغل بيها النادي المصري في انه الى هذه اللحظة ما دخلش فيه جون. يعني تخيل فريق ما دخلش فيه جون لمدة 5 ماتشات. فلو قدر يكسب كمان النادي الاهلي الماتش اللي جاي، اعتقد انه هينهي ترتيب الدوري في الدور الاول على الاقل في صداره الترتيب. وده يعني سيناريو انا مش عارف، انا كنت اتمناه بس لو الزمالك كسب النهارده. لكن بتعادل الزمالك النهارده انا اتمنى ان الفرقتين يتعادلوا علشان النادي المصري يتصدر بفارق نقطه واحده بس، والنادي الاهلي يبقى تحت الزمالك بنقطتين، ويبقى له لقاء مؤجل مع سموحه. بقى لو تعادل مع سموحه يبقى الزمالك لسه في المركز الثاني. لو الاهلي كسب هيبقى الاهلي فوق الزمالك بنقطه واحده، فيبقى فرق النقاط ما بين الزمالك وما بين الفريق المتصدر نقطة واحدة. نروح لتقييم نادي الزمالك. نادي الزمالك عمل أسوأ لقاء ليه في الموسم السنة دي من حيث الفرقة ومن حيث الجهاز الفني. هبتدي بالفرقة. في الأول عواد راح وعليه كورتين، الكورتين دخلوا جوان. عواد ما عملش اي تصدي النهارده مؤثر عشان اقدر اقول ان هو عمل حاجه في اللقاء. نروح للاثنين المساكين، حسام عبد المجيد والونش. هما الاثنين كان ادائهم الدفاعي سيء وما عملوش اي تاثير هجومي. الكوره الوحيده اللي طلع عليها حسام عبد المجيد حطها فوق العرض. غير كده الكور اللي اتلعبت عليهم اتضربوا فيها تقريبا كلها باستثناء كوره واحده الونش اتزحلق فيها بشكل كويس وطلع الكوره من قدام اللاعب. لكن الونش في تخطيطه للجون الاول كان سيء. حسام عبد المجيد خارج الخدمه في الجون الاول في الجون الثاني. لو هنيجي نتكلم على احمد فتوح، الجون الثاني بتاعه كان لازم يطلع الكوره ضربه ركنيه، بس ده كان كل المطلوب منه في اللقاء كله. هجوميا ما كانش مؤثر جدا، ولا كان بيزيد ولا كان بيعمل حاجه. عمر جابر اسوأ لاعب في لاعبي نادي الزمالك النهارده. تقييمه النهارده لو هنقيمه بالسالب. عمر جابر اتضرب في الجون الاول لانه الكرة اتلعبت بينيه للمهاجم في ظهره، وكان لازم يكمل مع المهاجم بشكل اقوى من كده في الكرة دي. في الشوط الثاني بقى في 3-4 كور بنفس الطريقه، كرة بتتلعب ورا ظهره، الكرة بتتلعب ورا ظهره، ولا هو بيكمل مع زيزو علشان يعمل جبهه هجوميه. فانا اقدر اقول ان هو كان بيهاجم فما كانش بيرجع يدافع بشكل سريع، فهو لا بيهاجم ولا بيدافع. كان اكبر ثغره موجوده في دفاع نادي الزمالك النهارده. وبسيوني النهارده المدير الفني طلائع الجيش لعب عليها بشكل واضح في الشوط الثاني، وما اعرفش ليه ما تبدلش عمر جابر بالمسلوسي. يعني انت عندك المسلوسي بره وانت شايف عمر جابر ما بيعملش حاجه في اللقاء، بدله. احنا كنا هنشيل جون واثنين وثلاثه ثاني بسبب ان عمر جابر ما بيغطيش ورا. محمد شحاته افضل لاعب نادي الزمالك، جاب جون وعمل اسيست. عبد الله السعيد مستواه كالعاده رائع، كان بيحاول يقدم الدعم الهجومي للعيبه وكان بيرجع يدافع بشكل كويس. حسام اشرف ادى بشكل كويس النهارده، جاب جون. ينقصه ان هو يجي يستلم الكرة من وسط الملعب ويحرك لعيبته اللي في الخط الامامي بشكل كويس، ولكن هو جاب جون. بس بعتب عليه اني بحس ان لياقته ضعيفه، يعني ما قدرش يكمل ليه الشوط الثاني. لياقته هبطت الشوط الثاني بشكل واضح، وموضوع توزيع اللعب. بس نيجي لمين تاني؟ المهاجم ناصر منسي. ناصر منسي عمل يعني لقاء مقبول، شات كوره جاتت فوق العارضه، دايما بيلتحم بقوه، عامل قلق كبير قوي للمدافعين، وتحس ان هو مصحصح دايما في اللقاء، بيحاول يستغل اي فرصه وبيضغط بشكل مبكر بشكل كويس. نيجي لزيزو. زيزو علامه استفهام من بعد موضوع الجائزه. الماتش اللي فات سيء، الماتش ده سيء. الجون الثاني اللي دخل في نادي الزمالك لو زيزو ضغط بشكل كويس على الجناح هو بيلعب الكوره كان ممكن يطلعها هو ضربه ركنيه من قبل ما تترفع. يعني هو جري حصله وبعدين اللاعب راح وقف وراح رافع الكوره من على حدود منطقه الجزاء من ناحيه الشمال. ليه زيزو ما التحمش مع اللاعب بشكل
كويس او قفل زاويه العرضيه ما اعرفش. هو وصل سجل حضور، مضى ان انا حضرت وما عملش اي حاجه تاني. فانا مش عارف ليه كره زي كده ما اتعملش عليها بلوك بشكل كويس. الناحيه الثانيه مشلاك انا دايما بقول ان هو في الامل. النهارده انا حسيت بان كل الامال راحت، يعني لعيب سلبي جدا ما عملش ولا كوره. بالنسبه لي هو الجزيره لعيبه محترفين، المفروض دول اللي يصنعوا لي الفارق. هما الاثنين ولا واحد منهم يستحق انه يقعد في نادي الزمالك يوم تاني قولا واحدا. الجزيري لازم ما يتجددش معاه، يعني لو هندفع فيه 100,000 دولار خساره فيه. المفروض الجزيري اخر موسم ليه مع الزمالك النهارده، يكمل الموسم، الزمالك يبيعه باي سعر باي استفاده، بيدخله في اي صفقه تبادليه، اي شيء استفاد منه باي حاجه. مش لو ينفع يتقطع اعارته خلال شهر يناير يقطعوا اعارته، بس يجيبوا بديل ليه كويس. ما فيش بديل خلوه يكمل، لان احنا عندنا ضعف في موضوع الاجنحه بصراحه. لو جينا للتبديلات، التبديل الوحيد الكويس محمد حمدي اللي نزل شات كوره قويه جدا، ما اعرفش الجون صدها ازاي بصراحه. غير كده ما فيش. شيكابالا سيء جدا جدا جدا، وانا شخصيا كنت اتمنى ان شيكابالا يعتزل بعد السوبر الافريقي. السوبر الافريقي واللقطه الايقونيه اللي اترفعت من جماهير نادي الزمالك، التيفو اللي اترفع، مع ان هو شال كاس السوبر الافريقي على حساب النادي الاهلي في سوبر القرن. انا اعتقد دي كانت النهايه المثاليه لشيكابالا، وانا شخصيا لو منه كنت اعلنت اعتزال، لاني ما فيش الموسم ده اي نجاح تاني هيبقى اكبر من النجاح ده. نادي الزمالك مش بيلعب دوري الابطال السنه دي عشان اقول لك هو عاوز ياخد دوري الابطال. انت بتلعب كونفدراليه وانت اوريدي كسبتها، وكسبت السوبر الافريقي على حساب النادي الاهلي. دي افضل نهايه ممكنه كانت لشيكابالا للامانه. من بعد كده نزل في السوبر المصري، ما كانش موافق في ضربه الجزاء اللي خسرتنا السوبر، يعني لو كان حطها كنا كسبنا السوبر المصري. مش دي النقطه الوحيده، النقطه الثانيه بقى انه من ساعه ما خلص السوبر المصري ده شيكابالا ما عملش اي شيء، وما اعتقدش انه هيعمل اي حاجه ثانيه، لانه بدنيا خلاص هو وقع. النهارده هو مش قادر يجري، لا قادر يضغط ولا قادر يباصي ولا في حاله ذهنيه كويسه. صراحه شيكابالا كان المفروض بعد السوبر الافريقي يعتزل ويتم خلق ليه مكان في الجهاز الاداري لنادي الزمالك. مين تاني نزل في المهاجمين؟ الجزيري طبعا نزل ما عملش اي شيء. شلبي نزل ما عملش اي حاجه، يعني شلبي نفس القصه، يعني ما فيش اي استفاده مع انه الكوره اتلعبت عنده كتير. يعني يمكن شويه فتوح ابتدى يزيد فابتدى يديله كور، هو عبد الله ابتدى يطلعوه على اساس ان هو يسحب الفرقه لقدام، ولا حياه لمن تنادي يعني. فشلبي كان سيء من ضمن الناس السيئين يعني. اخيرا هروح لمستر جروس. مستر جروس عمل واحد من اسوأ الادارات الفنيه اللي شفتها لاي لقاء. مستر جروس لعب الشوط الاول بتشكيل صحيح، ما عنديش اي مشكله مع التشكيل، المشكله في جوده التبديلات. اولا ليه بيبدل دايما 4 تبديلات؟ الماتش اللي فات بدلنا 4، ما تبدل الخامس يا مستر جروس. طب النهارده احنا ليه مش مبدلين التبديل الخامس؟ يعني بعد اصابه محمد حمدي تحديدا انت عندك تبديلين، ليه بتلعب شيكابالا بس؟ شيكابالا اداؤه الفني والبدني منتهي تماما، ما قدرش يعمل اي شيء. انا لو مدير فني نادي الزمالك في الوقت ده كنت هعمل تبديلين، كنت هطلع عمر جابر اللي خلاص يعني الجبهه بتاعته كانت مستباحه، يعني كنت هنزل المسلوسي وهلعب ب3 بس في خط الدفاع، المسلوسي وحسام عبد المجيد والونش، وكنت هنزل عمر فرج او ايشو ايهما اقوى في اللعب. بس انا كنت هدفع بصراحه بعمر فرج كمهاجم تاني، يعني كنت هحط عمر فرج مع الجزيري كاتنين مهاجمين جوه منطقه الجزاء، وكنت هثبتهم جوه منطقه الجزاء ما يطلعوش من بره منطقه الجزاء، وكنت هلعب ب5 في خط الوسط. فتوح كنت هخليه يزيد يلعب كجناح، وكنت هدخل شلبي مع عبد الله السعيد مع محمد شحاته في وسط الملعب، هم ال3 ويشوطوا بقى على الجون، لان الجون نقطه ضعفه ان هو مش بيقدر يصد الكور اللي هي بعيده المدى اللي متشاطه على حدود منطقه الجزاء. الكورتين الوحيدتين اللي اتشاتوا الكورتين دخلوا فيه، وهلعب بزيزو كجناح يمين وهديله تعليمات انه يشوط من بره منطقه الجزاء. يعني انت اللقاء بالنسبه لك كان مقري، انا مش شايف صعوبه، انا قاعد بره متفرج عارف اقرا المشهد، شايف ان عمر جابر وقع خلاص بدنيا، شايف ان انا عندي تبديلين وعندي لاعب مصاب، فانا هبدل التبديلين في اخر 10 دقائق، فلازم استفاد من التبديلين. النتيجه 2-2. ليه انا ما ادفعش بالمهاجم الثاني اللي موجود على الدكه؟ يمكن كره ساقطه يلعبها، كره بالعرض يقابلها بدماغه، ما هو برده مهاجم ومهاجم محترف يعتبر بالنسبه لنا. يعني لو عمر فرج مش مقنع لدرجه انه ما ياخدش ولا دقيقه في اللقاءات، خلاص ما يفسخوا التعاقد معاه، او اذا كان اعاره يقطعوها وخلاص على كده. الجزيري سيء، عمر فرج مش بيلعب، مش لاك سيء. يعني المهاجمين بتوعك اللي المفروض يعملوا لك الفارق كلهم المفروض يتم فلترتهم بصراحه من مجلس الاداره. خلاص كفايه اللعيبه دي، احنا مش هنقدر نستحمل ضياع نقاط بالشكل ده. انت بتلعب فرقه لا هي عارفه تهاجم ولا هي عارفه تدافع،
طلائع الجيش فرقه ضعيفه هجوميا ودفاعيا. المصري فريق دفاعيا قوي، سيراميكا فريق هجوميا قوي، لكن دي لا دفاعي ولا هجومي. انا مش عارف احنا ازاي نخسر نقط قدام فرقه زي كده. لا، لازم مجلس الاداره يتدخل بصفقات سوبر. اللعيبه الاجانب كلها لازم تتفلتر. يمكن الوحيد اللي المفروض نحتفظ به هو المسلوسي بس. يعني انا لا شايف مشلاك على مستوى المهاجم او على مستوى الجناح القوي، ولا شايف جزيري كمهاجم نادي الزمالك، ولا شايف عمر فرج كمهاجم نادي الزمالك. الناس دي لازم تمشي خلاص، كفايه كده. وانا مش عارف برضو يعني مستر جروس هياخد لغايه كام وقت عشان يبتدي يقرا الفرقه ويقرا التبديلات ومفاتيح اللعب بالشكل ده. يعني الله يكون في عون جماهير نادي الزمالك. لقاء مخيب للامال بشكل كبير جدا النهارده. كنا نتمنى النهارده نتصدر بشكل كويس، لاني يعني اللقاء في المتناول. احنا مش بنلاعب بيراميدز النهارده مثلا. يعني ان شاء الله القادم افضل. اتمنى ان مستر جروس تحديدا، انا ده اللي فارق معايا اكتر حاجه، ان مستر جروس يحط ايديه على مفاتيح الفرقه بشكل كويس عشان تبقى التشكيله بشكل كويس والتبديلات بشكل كويس. اتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك يتدخل في موضوع الصفقات بشكل قوي جدا. بالطريقه دي احنا مش هنقدر ننهي الدوري لا اول ولا ثاني الدوري. فيعني لازم حلول سريعه وجذريه. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم ملهوف.